سلام عليكم. يومكم ظبط. المكان مش عارفين، والزمان مش عارفين برضه. تخيل ان في كائنات موجوده حواليك طول الوقت، بتسجل، بتحرس، بتنقل اوامر، وبتشغل الكون كله من غير ما تسمع لها نفس. اتخلقت بالنور، بس مش النور اللي في اللمبه، نور ملهوش ظل ولا بيعد عليه زمن ولا بيقف عند مكان. مش بشر ومش جن ومش فكره فلسفيه على القهوه. طب هم مين وبيشتغلوا ازاي؟ وازاي كائنات النور بتتعامل مع كون كله وقت ومسافه؟ هو الموضوع ده مهم مسلي؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا احكي. لو سألت أي حد في الشارع الملايكة اتخلقوا من إيه؟ هيقول لك فورا وبكل ثقة من نور طبعا، بس لو سألته طب والنور ده كان نوعه إيه؟ ضوء ليد ولا أشعة جاما؟ هتلاقيه بيضحك ويقول لك يا عم ما تهزرش في الملايكة. إنما الحقيقة إن السؤال ده مش هزار، الحديث الشريف فعلا بيقول خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. بس خلينا نقف شوية عند كلمة نور. هل المقصود بيها النور الفيزيائي اللي احنا بنشوفه، ولا نور من نوع تاني خالص، نور وجودي مش مادي؟ الفلاسفه والمتصوفه زي السهروردي كانوا بيقولوا ان النور ده مش فوتونات، ده جوهر الوجود نفسه، اصل كل حاجه في الكون. اما المفسرين زي ابن كثير والرازي ففسروا الحديث على ان النور هنا رمز للطهاره، يعني كائنات مش زي البشر ولا الجن، ملهاش شهوه ولا خطيئه، بتنفذ امر ربنا زي ما هو من غير تردد ولا نقاش. لكن مش كل الناس اتفقوا انهم كائنات من نور بمعنى حرفي. الغزالي مثلا كان شايف ان كلمه نور دي ممكن تكون اشاره للقدره، يعني ان الملك ما هو الا قوه من قوى الله تظهر في شكل يدركه الانسان بس لما يؤذن. وده يخلينا نسال السؤال اللي محدش عايز يجاوبه بوضوح: هل الملائكه كائنات ماديه ولا رمزيه؟ في ناس قالت لك لا، دول موجودين فعلا، دليل ان جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعدده، مره راجل ومره على صورته النورانيه اللي النبي قال عنها رايته وله 600 جناح. وده يوحي ان الملك ممكن ياخد شكل محسوس بس اصله مش من عالمنا. وده بيخلينا نرجع لفكره البرزخ اللي اتكلمنا عنها، العالم اللي ما بين المادي والروحي. انما تعال نشوف بعض العلماء اللي قالوا راي تاني. الرازي مثلا في تفسيره الكبير قال ان وصفهم بالنور مش معناه انهم من ماده اسمها النور، لكن المقصود انهم صافيين من الظلمه، يعني ما فيهمش ميل للشر ولا نقص ولا عصيان. وفي المقابل الجن اتخلقوا من نار فيها اضطراب وحركه، وده تفسير رمزي جميل. بس في ناس بتشوفه تقليل من الحقيقه الميتافيزيقيه للملائكه. والملفت في النصوص القرانيه ان الملائكه دايما بيظهروا كقوه منظمه مش منفصله. ربنا بيقول وما يعلم جنود ربك الا هو، يعني مفيش فردانيه عندهم، كل ملك له وظيفه محدده في النظام الكوني ومفيش بينهم ملاك عاطل. كلمه ملك نفسها جايه من الجذر ألك اللي معناه الرساله او الارسال، يعني حتى لغويا الملك مش كيان فاضي بيطير في السماء، ده وسيط بين عالم الغيب وعالم الشهاده، هو اللي بينقل الامر من فوق لتحت. طب لو فكرنا فيها كده شويه بالمنطق الحديث، هل ممكن نقول ان الملائكه دي طاقه واعيه بتنفذ اوامر الخلق، يعني زي قوانين الطبيعه بس عندها نيه؟ في فلاسفه مسلمين معاصرين بيقولوا كده فعلا، ان فكره الملك هي القانون الكوني الموحي. يعني مثلا ملك المطر هو النظام الفيزيائي اللي بينزل بيه المطر بس بإرادة الله. وده تفسير لطيف، بس لازم ننتبه انه رمزي مش عقائدي، لان الايمان الاسلامي بيؤكد ان الملائكه كائنات حقيقيه مش استعاره شعريه. كده او كده سواء فهمنا النور كطاقه او كوجود طاهر، الملائكه بتفضل تمثل العلاقه بين الله والكون، هم الجنود الخفيه اللي بتحافظ على النظام الالهي في حركه الوجود، من غيرهم الكون كله ينهار. وطالما جبنا سيره النظام ده يبقى لازم نسال هو ايه اصلا دور الملائكه جوه المنظومه دي؟ يعني هل هم كده قاعدين في السماء بيسبحوا لحد اخر اليوم، ولا فعلا عندهم شغل بيقوموا بيه؟ الاجابه ايوه، عندهم شغل وكتير جدا كمان. الملائكه في الاسلام مش مجرد كائنات روحيه لطيفه باجنحه بيضاء، دول نظام كوني متكامل، الاداره السماويه العليا اللي بتنفذ قوانين الخلق بامر مباشر من ربنا. يعني لو حبيت تفكر فيها بطريقه معاصره ممكن تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هو المبرمج، والملائكه هم العمليات التنفيذيه في السيرفر الكوني، كل واحد له وظيفه محدده، ولو غاب واحد منهم الدنيا كلها تنهار بالمعنى الحرفي. خلينا نبدا باشهرهم جبريل عليه السلام، رئيس قسم الاتصالات النبويه، هو المكلف بالوحي، يعني المسؤول عن نقل الرسائل الالهيه من المصدر الالهي للانبياء بشكل دقيق جدا، لا فيه لاج ولا ايرور. وهنا دايما يظهر سؤال فلسفي بسيط: طب لو جبريل بينقل الوحي يبقى ربنا محتاج وسيط؟ طبعا لا، الفكره هنا مش احتياج، دي نظام. ربنا بيخلق الاسباب والمظاهر علشان الكون يبقى منضبط، وده جزء من جمال النظام الالهي نفسه. بعد جبريل عندنا ميكائيل عليه السلام، وزير الموارد الطبيعيه، المسؤول عن الارزاق والمطر والنبات. ودي مش مؤكد انها وظيفته في الاسلام، لكن الديانات اللي سبقت الاسلام قالت كده. تخيل كميه العمليات اللي بتحصل كل ثانيه في الكون علشان نقطه مطر تنزل. ميكائيل ده مش بيزق السحاب بايده طبعا، لكن بيدير نظام كامل من السنن والقوانين اللي ربنا اودعها في الطبيعه. نيجي لملك الموت، ده ممكن نقول عليه رئيس قسم الانتقام، مهمته مش انه يقتل الناس زي ما البعض بيتصور، لكن يستلم الروح لما يجي امر ربنا. القرآن بيقول
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الناس ساعات بتخاف من ذكره، بس الغريب بقى ان في الروايات ملك الموت نفسه مخلوق نوراني لطيف ما بيعملش الا اللي امر بيه، يعني هو مش شرير، ده مجرد تنفيذي محترم جدا في النظام الالهي. اما حمله العرش فدول ممكن نسميهم مجلس الدعم الكوني، بيسبحوا ليل نهار، وربنا وصفهم في القران: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهنا لازم نقف عند كلمة يحملون. هل العرش محتاج يتشال فعلا ولا المقصود انهم يحملون امره؟ العلماء اختلفوا. ابن تيمية قال لا، الحمل حقيقي لان العرش مخلوق عظيم، والغزالي قال ده رمز الحمل الامانه والطاعه، يعني الموضوع مش عضلات سماويه، ده ولاء مطلق للاراده الالهيه. وفي كمان الكرام الكاتبين اللي بيسجلوا افعال البشر. بس تعال نفكر منطقيا، هو ليه ربنا محتاج ملائكه تكتب؟ ما هو عالم بكل حاجه. والجواب بسيط، علشان العداله الالهيه تبقى ظاهره للخلق، مفيش كلمه تتقال غير وهي متوثقه. يعني الملائكه دول البلاك بوكس بتوع حياه الانسان، لو حصل ديسبيوت يوم القيامه التسجيلات جاهزه. اما الملائكه المسبحين فدول انغام النظام الكوني. ربنا بيقول: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني الكون كله غناء سماوي متواصل، بس احنا ودننا الماديه مش قادره تلقط التردد ده. وطبعا في الحفظه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم انهم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، واحد يسلم للتاني في نوبه عمل زي نظام ورديات سماوي منظم. ودي من اكتر اللقطات اللي توريك دقه النظام الالهي، كل لحظه من حياتك فيها اشراف بس من غير ما تحس. في مفكرين معاصرين حاولوا يربطوا كل ده بالنظام الكوني الحديث، وقالوا ان الملائكه ممكن يكونوا تجليات للطاقه المنظمه اللي بتحافظ على الكون. بس لازم ننتبه، ده تفسير فلسفي رمزي مش بديل عن الايمان بالغيب. الاسلام ما خلاش الايمان بالملائكه اختيار، ده ركن من اركان الايمان، بس في نفس الوقت فتح باب للتامل في النظام اللي هم جزء منه. يعني باختصار، الملائكه مش بس رسل، دول شبكه تشغيل كامله بتحافظ على التوازن بين الامر الالهي والواقع الكوني، زي اوركسترا ضخم كل واحد له نغمه، ولو نغمه واحده خرجت عن اللحن الوجود كله يعزف نشاز. بس هنا بقى يجي سؤال محير فعلا، ازاي كائنات من نور بتشتغل في كون محكوم بالزمن والمكان؟ هل بيعدوا الوقت؟ هل بيتنقلوا بسرعه الضوء؟ ولا النور اللي اتخلقوا منه اصلا خارج الزمن؟ القران والنبي صلى الله عليه وسلم وضحوا ان هم خلقوا من نور، بس محدش قال لنا نوع النور ده ايه. فالعلماء وقفوا هنا وقالوا ده نور مش من نوع الفوتونات، ده نور ما بيخضعش لقوانين الزمان والمكان الاصلي. يعني باختصار، الملك مش محتاج يركب وسيله نقل علشان يوصل من السماء للارض، هو بيتواجد في اللحظه اللي ربنا يأمره بيها، instant transmission على الطريقه الالهيه. بس هنا لازم نوقف ونسال، هو يعني الملائكه ما عندهمش زمن؟ يعني ما بيعدوش الساعات؟ ما عندهمش تاريخ ميلاد؟ بالعقل كده الزمن عندنا احنا مربوط بالحركه، بالليل والنهار، بالشمس اللي بتطلع وتغرب. لكن الكائنات النورانيه، النور نفسه ملهوش ظل علشان تقيس عليه الوقت. ابن سينا والسهروردي شافوا ان النور وجود خالص، يعني خارج حدود الزمان المادي. الفارابي قال النور درجات، كل ما زاد صفائه قل ارتباطه بالزمن، وده اللي بيخلي جبريل يقدر يكون دلوقتي عند نبي في مكه وفي نفس اللحظه مش بعدها بيسبح عند العرش، مش لان عنده قدرات خارقه، لكن لان قوانين الزمن مش شغاله عليه اساسا. الفلاسفه بقى لما حاولوا يفهموا ده قالوا مستحيل عقل الانسان يدرك الوجود النوراني بنفس ادواته الزمنيه، زي بالظبط لما الكمبيوتر القديم يحاول يفتح ملف 8K، البروسيسور العقلي بتاعنا ما يستحملش. وده على فكره مش بعيد عن العلم الحديث. اينشتاين بنفسه لما شرح النظريه النسبيه قال ان الزمن بعد مرن، وان الكائن اللي يتحرك بسرعه الضوء بيخرج من الزمن تماما. طيب والملائكه اتخلقوا من نور، يعني بطبيعتهم في سرعه الضوء وما بعدها، فممكن نقول ببساطه ان الملائكه مقيمين في السرعه اللي الزمن بيقف فيها. بس تعالى بقى على الفلاسفه المعاصرين اللي حبوا يتفلسفوا شويه وقالوا ان الملائكه ممكن نعتبرهم رمز للطاقه النورانيه اللي بتحافظ على الكون. والكلام بس الاسلام مش شايفهم رموز. الملائكه عندنا مش مجرد فكره مجازيه، الكائنات حقيقيه، بس طبيعتهم فوق الحس. يعني مش هنشوفهم مش لانهم خفيين، لكن لان ادراكنا البشري اضعف من النور اللي اتخلقوا منه. الملك مش بيتقدم في السن ولا بيتغير ولا بيحتاج ياكل ولا حتى بينام، هو خارج الزمن لان الزمن نفسه مخلوق بعد. وده يفسر ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف جبريل شافه على صورته الحقيقيه ليه 600 جناح، مش لانه عنده عضلات ضخمه، لكن لان دي صوره نوريه ما تتقاسش لا بالمتر ولا بالثانيه. ولما نقول ان هم خارج المكان مش معناها ان هم ساكنين في عالم موازي، لكن ان وجودهم غير موضعي، يعني ممكن يكونوا هنا وهناك في نفس الوقت، زي الواي فاي الكوني كده، مش شايفه بس كل حاجه شغاله بيه. وده خلينا نفكر في حاجه جميله جدا، الايمان بالغيب مش بس تصديق، ده تدريب عقلي وروحي على تجاوز حدود الادراك المادي. كل ما تؤمن بحاجه اكبر من الزمن والمكان، كل ما دماغك نفسه بدا يفهم معنى الخلود، القدره المطلقه.
بس طالما الملائكه كائنات من نور وخارج الزمان، يبقى طبيعي نسال مين فيهم اسمه ايه، ومنين اصلا جت الاسماء دي؟ هل كلها مذكوره في القران ولا فيها اللي جه من روايات؟ خلينا نبدا من البدايه. اتكلمنا في اول الحلقه عن وظائف الملائكه، تعالوا نشوف اساميهم معناها ايه. اشهر الاسماء في النصوص الاسلاميه جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كمان ذكر غيرهم زي حمله العرش وملائكه الكتبه وملائكه الجنه والنار. لكن تعالى بقى نشوف الاسماء دي جت منين. اولا جبريل او جبرائيل، الاسم اصله عبري جفريال ومعناه قوة الله او رجل الله، نفس الاسم بالظبط اللي موجود في التوراة والانجيل. لكن في الاسلام جبريل مش مجرد ملاك رسائل، ده الوحي نفسه، الروح الامين اللي نزل بالقرآن. اما ميكائيل فده كمان عبري ومعناه من مثل الله، ودي مش جملة تعريف، ده سؤال تحدي، يعني مين يقدر يكون زي ربنا؟ وده بيعكس طبيعة ميكائيل اللي موكل بالارزاق والمطر وكل ما فيه حياة. واسرافيل الاسم اقل شيوعا في النصوص اليهودية والمسيحية، بس الجذر السامي ممكن يكون مرتبط بصراف او شرف بمعنى الحرقة او الاضاءة، وده يخلينا نفكر في مهمته الكبرى، النفخ في الصور يوم القيامة، يعني بداية نهاية العالم، النفخة النورانية اللي تهز الكون كله. اما ملك الموت فالغريب ان اسمه الحقيقي ما اتذكرش في القرآن، بس اتذكر فعله، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. الروايات الضعيفة بتقول اسمه عزرائيل، وده متاخد من الادب اليهودي المتاخر، لكن علماء المسلمين الكبار زي ابن تيميه وابن كثير قالوا ما ثبتش اسم عزرائيل لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، فخلينا نلتزم بالوصف مش بالاسم. طب ليه ربنا ما ذكرش باقي الاسماء؟ ليه بس جبريل وميكائيل؟ الجواب بسيط، عشان المقصود مش الاسماء، المقصود الوظيفه. في الوحي التركيز على النور الالهي مش على التفاصيل الكونيه، يعني القرآن مش كتاب كتالوج الملائكه، ده كتاب هدايه مش دليل كائنات. لكن تعال نبص كمان على مستويات التوثيق. الاسماء اللي جت في القرآن زي جبريل وميكائيل قطعيه الثبوت، الاسماء اللي وردت في احاديث صحيحه زي اسرافيل ثابته بالسنه، والاسماء اللي جت في روايات ضعيفه او اسرائيليه زي عزرائيل او رضوان ملك الجنه يستأنس بيها بس ما نثبتهاش كعقيده. وده منهج العلماء لما بيقابلوا اي حاجه عن الغيب، اسال دايما هل النص صحيح السند، مش هل القصه حلوه. ابن حجر العسقلاني والسيوطي نفسهم صنفوا الروايات دي. السيوطي في الحدائق في اخبار الملائك كان حريص يذكر المصدر والسند، بس برضه قال الزياده في اسماء الملائكه من غير نص لا تثبت الا بدليل. وده يظهر قد ايه الفقهاء كانوا بيمشوا على شعره بين الفضول المشروع والافتراض الممنوع. وبين كل ده يفضل جبريل هو الاسم المحوري في كل الديانات الابراهيميه، هو الرابط بين السماء والارض، هو اللي كلمه الانبياء من ابراهيم لموسى لعيسى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل فعلا جبريل هو نفس الروح القدس اللي بيتكلموا عنه المسيحيين، ولا في اختلاف جوهري في المفهوم؟ استنى بس ما نحرقش الاحداث، لان الحلقه الجايه هنتكلم عن اكبر واعمق ملاك في التاريخ الديني كله، اللي كان الوسيط بين الله والانبياء، اللي نزل بالوحي من السماء للارض، واللي لولاه ما كناش هنسمع اقرا. الحلقه الجايه هنتكلم عن جبريل عليه السلام، من هو وازاي كلمه الروح الامين مش مجرد لقب لكن معنى لغوي لاهوتي بيكشف دوره في الوحي. استنونا الحلقه الجايه نتكلم في الموضوع ده ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا ما عدا الديسلايك، وكمان خدوا لفه في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتم لمعلومه او وجهه نظر مختلفه. اما بقى لو حابين تتعمقوا اكتر بس مش درجه المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب اللي هنعمله عن موضوع الحلقه دي الحلقه اللي فاتت والحلقات الجايه، فاستنونا بقى هجيب لكم رابط الكتاب هيبقى مليان معلومات وتفاصيل اكتر حبتين من الفيديوهات. ده مش كلامي، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.